عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهارده يا جماعه؟ قررت اذبح ذكر البط السوداني بتاع البط السوداني اللي بيبيض المفروض، وكان هيطلع بس الذكر البيض بيطلع فاضي. البط ما شاء الله يبيض ويرقد على 60 بيضه ب3 ولاقيهم فاضيين او يبوظ. فاكتشفت يعني بعد سنه من تربيته انه العيب فيه هو اللي القص بيطلع ما اعرفش ليه بقى. فهجيب واحد تاني وقلت نعمل ده ونعمل عليه حفله يا جماعه، حفله. طبعا ما مبسوطه لان النهارده الخطه اتغيرت تماما. خطتي ايه؟ احنا كنا هنعمل الدكر. لا عادي. يلا بقى نذبحها بقى على النار تاني. السكينه طبعا هنحمل السكينه يا جماعه لان ما شاء الله الذكر تخينه وبقاله سنه يعني كبير يعني معنف. نحميها كده الاول. هو بدأت تمسكها عليا عشان يندبح بسرعة، بس حضرتك بقى جبانة وخايبة وميت. انت مش شايفة؟ المشكلة ان هو انت مش شايفة بيعمل ازاي؟ المشكلة ان هو اساسا ما شاء الله جامد يعني. ايه ده يا عم الحاج؟ دوما مش عارفة يا عم والله ما تخافش، اهدى بس اهدى. الله يهديك الله يهديك. انت لو كنت فالح كنا سيبناك. يلا في ما وروش السكينه طبعا عشان ما حدش يطلع ما تروش السكينه وكده مفيش توب. ونجيب غير البط ان شاء الله وننزله تحت في الجنينه لان البط اللي في السطح اصلا مش بيطلع عبايز من الحر، فهنزلهم تحت ال3 بطات واجيب لهم ذكر بقى حلو يعني يكون عامله ايه، يكون ذكر بيكسر وكده. مش عارفه البط سنه بحالها عشان الذكر مش بيكسر ملوش لازمه يعني. هنستناه بقى يخلص، وشكله خلاص هيخلص اهو. ما شاء الله الدكورة اصلا بتكون روحها طويلة شوية عن النتايات يعني. كده بقى خلاص جثة هامدة. يعني يخلص وخلص ومبرق عينه وبيبص لي. يلا بقى تعالوا معايا عشان ننزل ننظفه. هاتي يا ماما معاكي الموبايل التاني ما تمشيش بيها بقى في المحتوى. تعالي انت لسه والله انت برد. مايا بضحكك. ايه ده؟ حد ضحك؟ حرام. انت يا بنت التليفون بتاعي. باي. هنا الميه اهي. قلت لكم بقى ان انا حطاها على النار من قبل ما اطلع عشان انزل اسمطه على طول عشان ما يبردش مني. شوف انا جايباه في الكرامه الكبيره دي اللي شفتوه نازله من على السلم عشان اعرف انضف فيها. تكون حاجه كبيره كده بسم الله لازم نسمي كده على كل حاجه عشان حرام. فايه جايباه في الكرونه دي بقى هنضف فيها اهي. انتوا شايفينها ولا لا؟ عشان واسعه وحلوه اكون واخده راحتي وما بوظش الارض حواليا والحاجات دي. طبعا لو جبت ذكر للبط تاني لازم اجيب حاجه مضمونه، مش هروح اجيب حاجه برضه لان انا ده هو باظ مش حلوه عندي. فتلاقي الناس اللي بتبيع الدكوره بتاعتها بتبيعها بسبب برضه ان هو في عيب بتوع دكوره البط. فانا مش هروح اجيب اي حاجه، لازم لو جبت بقى اجيب من واحده اكون عارفاها يعني موثوق منها عشان اخد حاجه تنفع، ما اخدش حاجه برضه وارجع اذبحها تاني. انتوا عارفين بقى ان اللي بيبيع حاجه بيبيعها اصلا معيوبه وبالذات لما تكون كبيره كده. بحاول اقلبه على كل الجوانب عشان ما احطوش تاني يعني يطلع معايا ايه مظبوط من اول مره. كده بقى يا جماعه هبدا انضفه وانا قاعده. بصوا لما بكون هعمل حاجه من دي بفرش حاجه قديمه كده في الارض. انا كنت الاول بعمل معاكم الطيور والحاجات دي فوق بس الجو نار يعني مش هعرف اقعد فوق لان الجو حتى لو العصر كان ماشي، انما احنا في الايام دلوقتي. فبفرش حاجه بشيل السجاده بتاعت المطبخ وافرش حاجه ايه قديمه عندي كده واقعد بقى براحتي انضف فيها براحتي بقى حتى. وبعد كده اغسلها احطها في بره في البلكونه وتنفض عادي.
وكده كده عامله في حاجه كبيره عشان ما تبوظش الدنيا حواليا. زي ما قلت لكم بنشف الريش الصغير مع الكبير عشان يسلك معانا على طول، يخلص معانا على طول. وانا كده كده مش هسويه النهارده، انا هعمل لكم جزء تاني للتسويه بتاعته. فهنعمل الجزء ده بس كده للدفع والتنظيف، وبكره بقى هنعمل الجزء التاني للايه، للتسويه بتاعته، عشان ما اطولش الفيديو، لان الفيديوهات الطويله دي مش بتكون حلوه، بتزهق اللي بيقعد يسمع اصلا. وما شاء الله اصلا ريشه جامد يعني ريشه عشان البقية التاني بتيجي حطها على النار. مش عارفة ان هي غلط اصلا. اكيد سخنه، انت عايزاها دافيه بس ما تسخنهاش جامد، اصلا الدنيا حر يعني. طيب يا جماعة يتخلص البتاع ده وترجع لكم. تتكلمي كده انت بتتصرف منها بقى عني، مش مكسوفه من نفسك ليه؟ انت ازاي كده؟ هو يا ولا؟ بحاول اشد شويه بشويه عشان ايه، اطلع الحاجات الدبانه. سبحان الله اكتشفت الدبان بيجي واحنا مشغولين والله العظيم كانه عارف، ويقف على وشك، على مش عارف يقرص، عشان عارف انك مش هتعرفي تعملي اي حاجه، لا تحط ايدك على وشك زي ما احتسب. بيعرف، انا بجد بيعرف. خلاص عارفة. فاهمين ولا لا؟ بس هو بيعرف، الدبان بيعرف. الوقت اللي احنا مايا السرافيل في الدبان ده ماليش مايا، دعوة. مش كفايه الحر اللي انا فيه. يمشيها لك بالفوطة. وبعد ما تمشي وجع على النار، حاجه رسله كده رسله. هنضفها يا جماعه. يلا فاصل ونعود. مايا فاصل ونعود. وهنا يا جماعه زي ما انتم شايفين، بعد ما مسكت البطايه بتاعتي كده بقى، طلعت كل الريش الكبير اللي كان فيها. طبعا بيكون فيها شعر صغير، كان ريش اصفر صغير مش بيبان في الشرب، لازم نشعوطها كده زي ما شفتونا على البوتاجاز. شعوطها كويس وهي ناشفه، رحت جايبه شويه من الدقيق اللي هو العادي الاسمر ده، وفضلت افرك في الريش اللي فيها تاني. بصوا فرك جامد، فهنا بيطلع معاكم الريش بكل سهوله. وجبتها بقى في الحوض، غسلت الحوض غسله كويسه الاول، وبدات اغسلها تاني كويس اهي، وصفيت الميه اللي في الحوض كده، وبدات بقى اطلع الزيادات اللي في البطه بتاعتي اللي انا مش هحتاجها كلها. البتاع ده اسمه ايه، الجناح بيكون فيه، الجناح بتاعها بيكون فيه حاجه شبه الضوافر كده، فطبعا بنطلعها عشان بتشك هي كده، اكيد بتاخدوا بالكم منها. وهنا قطعت الرقبه بتاعتها والجوانح وبقها، طبعا هقطعه وارميه، يعني كل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. بس طبعا البط السوداني يا جماعه بيكون ناشف جدا في التعامل، تحسوا انه عظمه ناشف مش زي اي بط تاني. فهنا بقى ايه، بدات يعني عايز سكينه حاميه وعايز مقص حامي معاكي كمان. يعني البق بتاعها ده خد معايا وقت كتير. انا طلعته مش عارفه ليه، بصراحه غلبني كده شويه. طبعا بعد ما تخلصوا كل ده، اهم حاجه تنقعوا. الناس بتاعت زمان دي كانت تقول انقعوا البط بتاعكم عشان ريحه الزفاره، على قد ما تقدروا في الميه والخل والليمون والحاجات دي، على قد ما تقدروا، مش ربع ساعه ولا تروحوا غسلينها وحاطينها في الشوربه على طول، لا، عايزه شوربه طعمها حلو وريحتها حلوه، انقعي البطه بتاعتك ساعه ساعتين ثلاثه في الميه بتاعتها مع الخل والليمون والدقيق والطماطم، وتفرجي بقى على الشوربه بتاعتك وريحتها اهي. بعد ما خلصتها وطلعت الكبده وفتحت القلب والحاجات دي والمصارين وكله، كانت شمعايه كده، شمعايه منوره، طماطميه وليمونه وشويه خل وشويه زيت وشويه دقيق، ونقع يا معلم ويلا.